بص كده على الحيوان الغريب ده، تحس ان احنا جبنا زرافه على حمار وحش على حصان على غزال وحطيناهم كلهم في الخلاط، والنتيجه هتبقى الكائن اللي قدامك ده حيوان اسمه الأوكابي. تحس انه مش فاهم نفسه هو مين فيهم بالظبط، نصه زرافه ونصه حمار وحش، بس في الحقيقه هو كائن فريد من نوعه ومش اي حد يعرف حكايته. تابع معايا للنهايه علشان تعرف. الأوكابي ده يا صديقي من عيله اسمها عيله الزرافيات، واللي ما فاضلش منها غير فصيلتين بس في العالم كله، الزرافه اللي كلنا عارفينها والأوكابي الغريب ده. والعلاقه بينهم مش مجرد صدفه، في شبه كبير جدا بينهم، سواء في شكل الجمجمة أو طريقة المضغ أو حتى اللسان الطويل اللي بالمناسبة بيوصل طوله ل 35 سم، وهقول لكم بيعمل بيه إيه بس بعد شوية. كمان الدورة الدموية عند الأوكابي شبه الزرافة جدا، وده بيساعده يتأقلم في بيئته اللي مليانة رطوبة وأشجار عالية. ولو بصيت على وش الأوكابي هتلاحظ عيونه الكبيرة الجميلة اللي بتديه رؤية ليلية قوية جدا، علشان يقدر يتحرك في الغابات في الضلمه من غير ما يخبط في اي حاجه. غير كده كمان ودانه حساسه جدا بتلقط اقل الترددات، يعني لو في اي حيوان مفترس ناوي يهجم عليه الأوكابي بيحس بيه قبل حتى ما يتحرك. بس الغريب في الموضوع يا صديقي ان الأوكابي لحد فتره قريبه جدا العلماء نفسهم ما كانوش مصدقين انه موجود اصلا، كانوا بيسمعوا عنه من القبائل اللي عايشه في غابات الكونغو، بس ما حدش شافه بعينه ولا قدر يصوره لحد سنه 1901 لما واحد مستكشف بريطاني قدر يوصل لادله تثبت ان الكائن ده حقيقي مش اسطوره. ومن يومها الأوكابي بقى رمز للغموض، وبيطلقوا عليه لقب الشبح البري، وده علشان ما فيش حد يقدر يشوفه بسهوله، ده حتى الكاميرات اللي بيحطها الباحثين في الغابه بتلقطه مره كل فين وفين. والأوكابي دايما بيمشي في سكته لوحده في صمت كده كانه بيهرب من الدنيا كلها. ومن صفاته الغريبه كمان يا صديقي ان جلده ناعم جدا وبيفرز ماده زيتيه بتحميه من المطر والرطوبه، وده بيساعده يعيش في الاماكن الموحله من غير ما جسمه يتبل او يتوسخ بسهوله. اما عن اكله بقى فالأوكابي بيعتمد على اوراق الشجر والفواكه والفطر، وسبحان الله عنده قدره غريبه جدا، بيقدر ياكل نباتات سامه وجسمه بيكسر السم من غير ما يتأذي، وده بيديله ميزه كبيره في الغابات. وبيستخدم لسانه الطويل اللي بيوصل لحد 35 سم مش بس للاكل، لكن كمان علشان ينظف بيه جسمه واماكن صعب يوصل لها زي عينيه ودانه. وطريقته في التواصل بقى غريبه جدا، بيستخدم اصوات بتردد منخفض جدا لدرجه ان ودن الانسان ما بتقدرش تسمعها، وبيكلم بيها الاوكابيات التانيه من بعيد كانه عامل شبكه سريه تحت الغابه محدش يعرف عنها حاجه. والجميل كمان ان انثى الاوكابي لما بتولد بتخبي صغيرها في مكان امن جدا، وممكن تسيبه هناك لاسابيع كامله من غير ما يتحرك، وده علشان تحميه من المفترسين لحد ما يبقى قوي كفايه انه يخرج معاها. وعلى قد ما هو حيوان ذكي ومتطور الا انه بيكره الاختلاط بالبشر، وده طبيعي جدا بعد اللي حصل لبيئته بسبب الانسان. والأوكابي بقى مش بس كائن نادر، ده رمز وطني في الكونغو ومرسوم على شعار الدوله نفسها، وده ببساطه يا صديقي لانهم شايفينه رمز للجمال والغموض والهدوء اللي بيمثل الغابه الافريقيه. وفي النهايه تقدر تقول ان الأوكابي يا صديقي هو نتيجه عبقريه للطبيعه، كانها قررت تجمع من كل حيوان جميل حته صغيره وتجمعهم كلهم في كائن واحد فريد عايش بعيد عن العيون في سلام، كأنه بيقول أنا الحكاية اللي لسه ما اتقالتش لحد. السؤال هنا بقى، تحس الأوكابي شبه مين أكتر، الزرافة ولا الحمار الوحش؟ مستني رأيكم في الكومنتات. مش محتاج أفكرك يا صديقي تعمل متابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد وغريب عن عالم الحيوان. وفي النهاية صلوا على الحبيب.